صنعناها من أجلكم وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجكم دردشة في القانون على أمواج إذاعة صدى شباب، إذاعة كل المغاربة. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نهضروا على الأمور اللي غادي تكون معنا في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج إن شاء الله، واللي غادي تكون محصورة في الجانب القانوني. كما كتعرفوا أنه القانون كيحدد لنا حقوق وكيحدد لنا الالتزامات اللي غادي كتفرض على كل واحد منا، أو لا الواجبات اللي خاصنا نديروها. لذلك خاصنا نعرفوا هاد الالتزامات ونعرفوا هاد الحقوق، ونعرفوا كذلك أنه في بعض الأحيان كيكونوا بعض الأشخاص كيتعداو لنا على الحقوق ديالنا. أشنو خاصنا نديرو؟ كتلقى مجموعة من الأفراد بمجرد أن الحق ديالو كيتمس ما كيعرفش شنو غيدير، ما كيعرفش المساطير القانونية اللي كاينة، إما أنه كيجهل بها، إما أنه ما عارفش بالضبط أشنو خاص يدار. هذا البرنامج جاء إن شاء الله باش أننا نبينوا هذه الأمور كاملها، وباش نرسيو واحد الثقافة قانونية لدى الجميع. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان عندما يقع لي مشكل وكنمشي للمحكمة، القاضي يتعامل معي على أساس أنني كنعرف القانون، ما كيتعاملش معايا أنني كنجهل واحد القاعدة قانونية أو أنني ما كنعرفش أشنو جاي في الفصول القانونية. كيتعامل معايا على أساس واحد القاعدة قانونية معروفة في المجال القانوني ومعروفة لدى الفقهاء القانونيين والدارسين للقانون، وهي أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، بمعنى أن الكل يتعين عليه أنه يعرف القانون. هادشي كيدينا لواحد النتيجة مفادها، أنه ماشي بالضرورة أنا كندرس القانون أنا بوحدي اللي خاصني نعرف أشنو كاين في هذا القانون، أشنو كاين، أشنو المساطير كاينين، أشنو كتضمن المدونات القانونية من فصول. وإنما بغض النظر انت قاري او لا انت ما قاريش او لا الدومين ديالك بعيد على القانون، يتعين عليك وعليك ان تكون ملما بالجانب القانوني، وغير في واحد الجانب منه، ما غاديش نقول غتعمق في القانون، وانما في الجانب واحد الجانب منه. بمجرد مثلا ما كيتعدى لي شي واحد على حقي، اشنو خاصني ندير؟ مثلا خاصني نمشي للمحكمة، أنا مشيت للمحكمة بغيت نرفع الدعوة، أشنو خاصني من وثائق وأشنو خاصني من يعني عدة أمور، وهي عبارة عن مسطرة اللي خاصني نتبعها. كذلك في بعض الأحيان كيتمس واحد الحق ديالي وكنبغي أنني ندافع عليه، ولكن ما عنديش باش ندير محامي. هنا إلا ما كنتيش عارف اشنو كاين في القانون، ما كنتيش عارف المساطير القانونيه، ما غادي ممكن انك تسمح في الحق ديالك. ولكن هناك طريقه كيمكنها يعني عطاه لي القانون، وممكن من خلالها ان الدوله كتنصب لي محامي في اطار المساعده القضائيه. شنو خاصني ندير في هذه الحاله؟ هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نبينوه في الحلقات اللي غادي تجي ان شاء الله في هذا البرنامج، واللي ان شاء الله غادي تحاول انها كما قلت لكم في الاول غتحاول انها ترسي واحد الثقافه قانونيه لدى الجميع، حتى نتمكن من حمايه حقوقنا، وحتى نتمكن كذلك من معرفه الواجبات اللي علينا واللي خاصنا ما نتجاوزوهاش، والا تجاوزناها القانون غادي يعاقبنا عليها. وهذا البرنامج كذلك غادي يضمن واحد جزء زمني محدد غادي نحاولوا فيه أننا نتواصلوا معكم من خلال الخطوط الهاتفية اللي غادي تكون متاحة إن شاء الله واللي متعلقة بالبرنامج. غادي نحاولوا أننا نتواصلوا معكم، واللي كان عنده أي استفسار أو كان عنده تساؤلات نحن رهن الإشارة دائما، وغادي نكونوا دائما في الموعد، وغادي نكونوا مستمعين لكم على الدوام.
ونكون مستمعين لتساؤلاتكم ولاستفساراتكم على طول تلك الفترة الزمنية إن شاء الله. وكذلك غادي نستضيفوا بعض الحلقات بعض الشخصيات البارزة على المستوى القانوني باش نعرفوا أشنا هي المستجدات اللي كاينة في الساحة القانونية. هادشي كامل وإن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا في حلقات برنامج دردشة في القانون كل يوم اثنين على الساعة 9 مساء. كونوا في الموعد وكونوا في الاستماع، لأن هذه الحلقات إن شاء الله غادي تخلينا نعرفوا مجموعة من الأشياء المرتبطة بالقانون واللي غادي ترسع لنا كما قلت واحد ثقافة قانونية. دمتم في حفظ الله، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج دردشة في القانون. صنعناها من أجلكم وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم.